السلام عليكم. شاب صغير يحفظ شيئا من القرآن لكن صوته جميل، أو مغني مشهور تاب إلى الله وبدأ يتعلم القرآن. ترى البعض يقدم هؤلاء لإمامة المصلين ويضرب صفحا عن كبار المشايخ والعلماء الموجودين في المسجد، وكأن شرط الإمامة جمال الصوت وروعة الأداء ليطرب الناس ويستأنسوا. الإمامة يا أخي رتبة في الدين ولها شروط بينها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيما جاء في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. فأولى الناس بالإمامة الأحفظ والأعلم بالقرآن الكريم، وليس أجمل الناس صوتا. نعم، إن جمع الإمام بين حسن الصوت وشروط الإمامة فهذا خير على خير، أما تقديم من لا يتميز إلا بحسن الصوت فيذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان: ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. والإمام مالك رحمه الله يقول: القوم يقدمون الرجل ليصلي بهم لحسن صوته، إنما يقدمونه ليغني لهم.